بكم والسلام عليكم. أصدرت محكمة الجنايات بقسنطينة مساء اليوم حكما بالإعدام في حق المتهمين اللذين اختطفا وقتلا الطفلين هارون وإبراهيم. كما صدر حكم ب10 سنوات سجنا ضد المتهم الثالث والذي تمت متابعته بتهمة عدم إبلاغه مصالح الأمن بأنه كان حاضرا لحظة الاختطاف، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة سجنه. المراسلة لحسن ميطاطلة. بعد محاكمة دامت حوالي 8 ساعات أصدرت محكمة الجنايات لقسنطينة حكما حضوريا على المتهمين الرئيسيين بالإعدام وبإدانة الشريك الثالث ب10 سنوات نافذة. بالنسبة لنا الحكم راهو جد عادل، لأنه باعتبارنا أن المتهمين قد تمت إدانتهما بالإعدام للمتهم الأول والثاني، أما المتهم الثالث فهو التهمة المشاركة في عملية الاختطاف، وليس لأنه ماهوش كان طرف في عملية القتل وما كانش على علم بالقتل، وبالتالي أن الحكم عليه ب10 سنوات تعتبر حكم طبيعي وعادل. 9 مارس الماضي يعلن عن خبر اختفاء الطفلين إبراهيم وهارون 10 و9 سنوات على التوالي من الوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي. لحظات بعد ذلك حالة استنفار أمني وشعبي، تمشيط واسع النطاق للبحث عن الضحيتين. 4 أيام من البحث والتحري والترقب والغليان الشعبي ليتم العثور على الطفلين وهما جثتان هامدتان بالوحدة الجوارية رقم 17 الغير بعيدة عن مقر إقامتهما. المحاكمة جرت بعيدا عن أعين الكاميرا وعرفت حضورا متميزا لرجال القضاء والإعلام، وخارج أسوار المجلس لاحظنا وجودا مكثفا للعديد من المواطنين في حالة متابعة وترقب لهذا الحدث. وبالعودة إلى أطوار المحاكمة فإن المتهمين الرئيسيين أنكر بعض ما جاء في قرار الإحالة أثناء الجلسة، ولكن بالنسبة لدفاع الضحايا فإن كل الأدلة متوفرة لإقناع هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة للجنات. في محكمة الجنايات القضاة يعتمدون على الاقتناع الشخصي، والقانون لا يطلب منهم تقديم الدليل الذي توصلوا به إلى القناعة، ولكن الاقتناع يستمد من الأدلة المطروحة بالجلسة. هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني وأحدثت وقتئذ هبة وطنية تضامنية مع عائلات الضحايا. اليوم جاءت ساعة الحقيقة، ساعة محاكمة هؤلاء الجنات.